السلام عليكم أحبتي مشاهدي ومتابعي مسلسل السلطان محمد الفتح. أهلا بكم إلى هذا الفيديو والذي سأكشف لكم فيه كيف نجا شاهان من قبضة درافن جستنياني عندما كان أسيرا لديه. وأما الموضوع الثاني فهو كيف سيتم إنقاذ الأميرين، الأمير مصطفى والأمير بايزيد في قلعة ياستورا. والموضوع الثالث وهو موضوع تأجيل الحلقة القادمة. هل سيتم تأجيل الحلقة القادمة أم لا؟ هذا ما سنكشفه في هذا الفيديو. فقط ادعمونا بلايك وعمل مشاركة للفيديو إن أمكن، وهيا بنا نبدأ. ولنبدأ بخبر تأجيل الحلقة القادمة 60 من مسلسل السلطان محمد الفاتح. بصراحة يا أصدقائي هنالك تسريبات كثيرة بأن الحلقة القادمة ستؤجل بسبب المباراة التي سيخوضها نادي غلطة سراي أمام سانت خيلويزي في دوري أبطال أوروبا، ولذلك نتوقع أن يتم تأجيل الحلقة لأنها ستكون بنفس اليوم وبنفس التوقيت الذي يتم فيه عرض الحلقة، وهذا يظل احتمال وتسريبات ولكن هو الأرجح والأقرب. وأما بالنسبة لشاهان وكيف نجا من قبضة درافن جستنياني، فقد رأينا كما شاهدنا في الحلقة السابقة عندما كان درافن يكلم أولئك الأسرى وكان يتحدث عن انتقامه من كورت جودوقان ويطلب من الجنود أن يتركوا له كورت جودوقان لكي ينتقم منه ويثأر لأخي جوستنياني. وكما رأينا شاهان كان ينظر إليه بخوف وقلق وكان يفكر كما في الصور أمامكم، وأعتقد أن هذا التفكير هو عن خطة يتم فيها النجاة من الأسر لكي يذهب لإنقاذ أخيه أو تحذيره مما يحيك له دارفن. كما رأينا أن شاهان بعد أن سمع هذا الحوار وهذا الكلام من دارفن سكت، وعرف أنه لو عرف أنه شقيق كورت جودوقان لقتله، لذلك سكت وثم استغل إحداث ثغرات وفر وهرب إلى الجيش العثماني وذهب إلى كورت جودوقان أخيه وحذره من أن دارفن يخطط للانتقام منه. وأما بالرد على من يقول لماذا شخصية شاهان وكان ممكن للمخرج أن يستغني عنه، فالجواب هنالك أخبار من مواقع كثيرة وروايات تاريخية بأن شاهان بعد أن قتل كورت جودوقان ظل لفترة ثم أصبح قائدا عظيما وانتقم لأخيه في معركة كانت من المعارك الفاصلة. وأما بشأن الأميرين بايزيد والأمير مصطفى ومن سينقذهما وكيف، فكما رأينا بعد الحصار الذي أراد به سليمان أن ينتقم من بايزيد ويقتله، فكما شاهدنا أن السلطان محمد يكلم الصدر الأعظم محمود باشا بأن يرسل رسالة خاصة إلى أمير أماسيه أو قائد لواء أماسي وهو الأمير بايزيد، يحذره ويطلب منه زيادة الاحتياطات والاحترازات لتحصين القلاع. وهذا يعني أنه دبر جيشا، وقد نرى علي ابن إفرانوس هو من سيقود ذلك الجيش الذي سيصد هجوم سليمان، أو ربما ابن علي ابن إفرانوس هو من سيكون على رأس ذلك الجيش. هذا كان أهم ما لدينا في هذا الفيديو أحبتي، ألتقيكم على خير في فيديو قادم إلى ذلك الملتقى، وذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.